موضوع الرق والعبودية وملك اليمين ده يمكن أكتر خبطة بيستخدمها أصحاب الفكر الشيوعي وغيرهم عشان يهزوا بها ثقة الشباب في دينهم. السؤال اللي بيترمى دايما هو ليه لو كان الإسلام فعلا صالح لكل زمان ومكان زي ما بنسمع، ليه ما حرمش الرق والعبودية من أول يوم؟ وبيقولوا إن مجرد وجود الرق في تشريعات الإسلام أو إنه أباح الرق ده دليل من وجهة نظرهم إن الدين ده كان جاي لفترة معينة، أدى دوره وخلاص بقى تاريخ. والشاب المؤمن نفسه اللي قلبه متعلق بربنا ساعات بيسأل نفسه في السر كده سؤال: ازاي الدين اللي قام على المساواة الكاملة وقال ان الناس كلهم من اصل واحد يقبل ان في ناس تبقى عبيد وناس سادة؟ اسئلة منطقية جدا لازم نجاوب عليها. ازاي ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم يرضى ان في شوية من خلقه يتباعوا ويشتروا زي السلع؟ والسؤال الاهم اللي بيحير بجد: ليه القرآن ما حرمش الرق بآية صريحة وقاطعة زي ما حرم الخمر والربا مثلا؟ ليه ساب الباب موارب؟ احنا هنا مش بنسأل عشان نشكك، احنا بنسأل عشان بنحب الدين ده وعايزين نفهم الحكمة زي سيدنا إبراهيم بالظبط لما قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. احنا محتاجين نفهم هل الرق ده كان جزء من روح الإسلام ولا كان وضع مفروض عليه والتعامل معاه كان ليه فلسفة تانية خالص. تبدأ الحكاية بإنك لازم كشخص تتخيل العالم قبل 1400 سنة. العالم ده ما كانش فيه مواطن ودولة، كان فيه سيد وعبد، والعبودية كانت هي الدينامو اللي بيحرك اقتصاد الأرض كله زي البترول والكهرباء النهاردة. لما تيجي للفكر اليوناني اللي هم أصل الفلسفة تبص على كلمة العبد، كانوا شايفين العبد ده إزاي؟ لما نتكلم على واحد زي أرسطو مثلا كان بيقول إن في ناس طبيعتهم عبيد، هم مخلوقين كده، وناس تانية طبيعتهم أحرار، وإن العبد ده مجرد آلة، بس آلة حية لا يملك إرادة ولا عقل زي الحر. ولو جينا نبص للفرس والروم كانوا بيعتبروا العبد مجرد متاع، حاجة كده مقتنيات زي أي حاجة، يقتلوا صاحبه أو يعذبه براحته. وكل العصور قبل الإسلام على هذا الوضع، شايفين إن في إنسان اتخلق عشان يكون عبد لناس تانية. فجأة يظهر الإسلام في وسط الغابة دي. هل كان من المنطقي والواقعي إنه يلغي العبودية بقرار واحد في يوم وليلة؟ ولا المنطق النفسي والاجتماعي بيقول مستحيل يعمل كده؟ لأنك لو حررت ملايين العبيد فجأة من غير تأهيل اقتصادي، حاجة من اتنين: يا إما أنت بترميهم في الشارع للموت جوعا أو للتحول لعصابات إجرامية. ومن هنا بنفهم إن الإسلام ملغاش العبودية فورا لأنه جه يعالج مش يهدم المجتمع. فالإسلام عمل حيلة ذكية جدا، بدأ يجفف منابع الرق والعبودية. كان في طرق كتير جدا بتخلي الناس عبيد. الدين مثلا، لو واحد عليه دين ممكن تتاخد عبد. الخطف، ممكن حد يخطفك لأي سبب وتبقى عبد برضه. فقرك وإن أنت مش من علية القوم تخليك عبد. الإسلام قفل كل الأبواب دي وأباح العبودية في الحرب بس، الأسير اللي هو الحرب، لأن مش معقول حد ياخد أسرى من المسلمين في الحروب ويجعلهم عبيد وإحنا نقف نتفرج. فالإسلام مع تضييق الأبواب ما سكتش على كده، عمل خطة ذكية جدا عشان يمحي الرق أصلا من المجتمع. خلى العتق هو الحل السحري لكل مشكلة. فتح أبواب كتير عشان يهد موضوع الرق ده. خلى عتق الرقبة من كفارات الذنوب. قتلت حد غلط، تحرير رقبة. فطرت في رمضان عمدا، تحرير رقبة. حلفت كذب، تحرير رقبة. فربنا خلى فك الرقبة هي أعظم عمل ينجي المسلم من النار. الإسلام عمل نظام اسمه المكاتبة. لو العبد عايز يبقى حر غصب عن سيده لازم يوافقه ويقسط له تمن حريته. ومش بس كده، ده ربنا أمر الأغنياء يساعدوه بفلوسهم. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الإمام الطبري قال إن الأمر هنا للوجوب، السيد مجبر. الإسلام غير القاموس اللغوي والتعامل النفسي تماما. ممنوع الإهانة. النبي قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. ده خايف على مشاعرهم. حبيبك النبي ساوى بين العبد وسيده في المعيشة. قال: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، في صحيح البخاري. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم خلى ضرب العبد يعني حريته مباشرة. لو السيد ضرب عبده بالقلم كفرته إنه يعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضرب عبده أو لطمه فكفارته أن يعتقه، في صحيح مسلم. لكن لما تيجي تبص في أي حضارة تانية، العبد بيعيش عبد وبيموت كذلك عبد برضه. إنما الإسلام العبد بقى هو اللي بيعلم الأحرار،
بلال بن رباح عبد، سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول عنه سيدنا بلال. انت متخيل؟ زيد بن حارثة كان عبد، كان قائد لجيش فيه كبار الصحابة. خالد بن الوليد كان عسكري تحت منه، ما قادش الجيش خالد إلا لما استشهد زايد في غزوة موتة. الحسن البصري وابن سيرين قمم العلم والزهد، أصلهم من الرقيق. سلاطين المماليك زي قطز كان عبد وبقى حاكم وحمل الإسلام من المغول. وخليني أقول لك القرآن 1000 آية لو قراها أي مشكك مش هينطق بعدها بولا كلمة عن موضوع العبودية في الإسلام ده نهائي. بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بس كده. وما ملكت أيمانكم. ربنا حط الإحسان للعبيد في نفس الآية مع عبادته وبر الوالدين. إزاي بقى الإسلام حابب الرق والعبودية؟ عشان تعرف الفرق شوف الغرب كان بيعمل إيه والعلماء بتوعهم قالوا إيه عننا في موضوع الرق والعبودية ده. غوستاف لوبون مؤرخ فرنسي قال الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم. الأرقاء في الشرق جزء من الأسرة. قال كده في كتاب حضارة العرب. أنا ماري شميل مستشرقة ألمانية قالت عن الإسلام إيه؟ قالت الإسلام قضى نهائيا على الرق بفتح أرفع المراكز للعبيد. في المقابل لما تيجي تبص على دائرة المعارف البريطانية بتوصف وحشية الغرب إنهم كانوا بيحرقوا القرى الإفريقية عشان يصطادوا الناس زي الفرائس وياخدوهم عبيد. حتى لينكولن بتاع الحرية عارفينه اعترف في رسالة رسمية إنه لو قدر يحافظ على الاتحاد الأمريكي من غير ما يحرر ولا عبد هيعمل كده. الخلاصة اللي تريح قلبك وضميرك إن الإسلام ما جاش عشان يثبت الرق، ده جه لقى عالم غرقان في الرق والعبودية فانتشله منه بالتدريج والرحمة والتشريع الحكيم. الإسلام ضيق المداخل ووسع المخارج، خلى كرامة العبد من كرامة سيده عشان يقفل باب العبيد واحدة واحدة من غير ما يعمل همجية في المجتمع. ولو حد شايف عبد في الإسلام دلوقتي يقول لي أو يشاور لي عليه. وده ثمار التضييق على السادة وكسر الحاجز النفسي اللي خلى العبد بقى عنده أمل إنه يبقى حر. الإسلام حط قدامه الحرية وقال له ادفع تمنها الأول عشان تحس بيها. ما ظلمهوش إطلاقا، خلاه عايش عبد مكرم لحد ما يعرف يفك نفسه أو حد يعتقه بذنب عمله. والنهاردة لما العالم كله اتفق على منع الرق، في الحقيقة روح الإسلام هي اللي كانت بتخطط لده من 1400 سنة. فسؤالي هنا للمشككين: لو كان الإسلام ده دين عبودية ليه خلى عتق الرقبة هو الحل الأول لكل ذنب بنعمله؟ ليه ما سمعناش عن ثورات عبيد دموية في تاريخ الإسلام زي ما حصل في روما كده وأمريكا؟ مش يمكن عشان هم ما كانوش حاسين أصلا إنهم عبيد في الإسلام؟ هل في دين أو قانون تاني في العالم خلى العبد يوصل لمرحلة إنه يبقى سلطان أو قائد جيش؟ وفي الآخر الدين الإسلامي خلى مؤذن الرسول عبد أسود، بلال الحبشي. وصلت